صحيت على خبر واحد يقولون نسب الإسلام وما صدقت اللي سمعته، لأننا في 2023 ولسه المواضيع هذه ما بغت أنها تنتهي. أسافة ما فيها. أحد المغنيين اللي ما تعرفه إلا هو بنت ولا ولد قام ونزل ستوري حاط فيه أغنية تسيء للإسلام، أو زي ما يقولون أنها إسلاموفوبيا. الكثير من الناس انتقدوا الشخص هذا، وخصوصا أنه ما نزل أي اعتذار. واللي يغيظك في الموضوع أنه في بعض المتابعين قاعدين يدافعون عنه وهم الحين لسه ما شافوه. طبيعة الحال الأشياء هذه تصير كثير، لكن الشخص هذا زودها فعلا. الشخص هذا صار منبوذ في الفرقة أساسا، والشخص هذا ما تعرفه هل هو من هنيك ولا من هناك، ولكن اللي ندري أنه راعي الأغنية أول حاجة هو. ثانيا الولد هذا اللي نزل الأغنية هذه بحجة أنها حرية تعبير، لكن كثير منهم ردوا عليه وقالوا حياة الإنسان نفسه كأنها ألعاب نارية، فكلها انفجار وتخبط. التفسير الثاني هو أن الحياة بتكون وايد ممتعة كأننا قاعدين نشوف ألعاب نارية، ونحن ما نستخدم الألعاب النارية غير لغرض الترفيه. هو كشخص لا يعتنق أي ديانة، تتوقعون أي تفسير يقصده؟ وفي نفس البوست كان فيه صورة تقول أنه حطوا كيس القمامة في مكانه. الدين شيء كبير، فأبسط شيء يسويه احتراما لجمهور المسلم هو أنه يطلع ويعتذر بشكل مباشر، وعدم اعتذاره يقلل من قيمتكم. بصراحة هذه الكلام إذا ما طلع واعتذر، هذا يعني أنه الشخص هذا ما يحترم لا متابعينه العرب ولا متابعينه المسلمين. وغير هذا لازم تعرف أنه في كوريا حاليا قاموا الناس يهاجمون الناس اللي تبني مساجد. زي ما تعرفون أنه احترام الأديان واجب، وأنت كمسلم لازم تحترم كل الديانات الثانية وما تتدخل في خصوصيتها، والشيء أصلا هذا ينعكس على الديانات الثانية. لكن في كوريا قاموا حطوا رؤوس خنازير جنب كل مسجد جديد قاموا الناس يبنوه. فأي عربي أو أي واحد مسلم في كوريا قام أنه يبني مؤسسة دينية أو مسجد، يقومون يحطون عليه رأس خنزير كنوع من الاستهزاء. وتزامنا مع هذه الأحداث قام خوينا الهطف هذا نزل البوست اللي كلكم شفتوه. فخلونا نشوف رد فعل الناس. الله أكبر، ويرد عليه ما دامت تجعلني أجثو على ركبتي في ديانة سيئة. ونحن بالعادة يوم نصلي لازم نركع ونسجد. البعض فسرها بأنه لا، هو ما يقصد الإسلام، هو يقصد الحب. البعض قال لا، هو قال الموضوع أنه في بعض الناس قاعدة تدافع عنهم ولا كأنه سوى أي حاجة. والعجيب أنه تلاقي هذول الناس بصراحة أطفال، أنا أعتبرهم أطفال. ما قد حضرت لحفلات BTS أو الكيبوبين هذولي، يعني ما أشوفهم إلا خرفان. أنه الولد هذا ما تعرف أنت ولد ولا بنت أعوذ بالله، لكن أنا ما قدرت حضرت الحفل تبعهم ولا راح أحضر ولا أني مهتم ولا راح أتفرج لهم. أشوفهم الناس تافهة تنشر التفاهة بصراحة وتضيع لك وقتك، هذه الحقيقة. والعجيب في الموضوع يجونك فانزات يقعدون يهاجمون هذولي، ما تسمع لهم لأنهم حقين ابتدائي. الرهيب في الموضوع أن الشخص هذا بلا دين، ويعترف في أحد الانترفيوهات أنه شخص ما يعتنق أي ديانة ولا يؤمن في أي ديانة. لكن المخيف في الموضوع أنه في فانزات صغار، وإذا قاموا حتى هم ياخدونه مثل القدوة لأنه شكله حلو أو لأنه يحط مكياج بيصيرون زيه يا رجال. وهذا هو مبتغى العالم الثاني، واللي ما يعرف ما هو العالم الثاني ما راح نتعمق فيه عشان سياسات اليوتيوب. لكن الشخص هذا إذا اقتديت فيه تدريجيا راح تلاقي نفسك حزين. كل متابعين الكيبوبين بتلاقيهم حزينين وداخلين في ديب مود. الأشخاص هذول ما لازم تتابعهم، بالعكس لازم تتابع أشخاص ينصحونك في صحتك الجسمانية والعقلية والأشياء هذه. أما كيبوبين فما أتوقع.